ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. على الستوري وقلت لكم انكم تختاروا منها ميك اب لوك واخترتوا منها ميك اب لوك وعملت. لو انتوا مش عندي على الانستجرام هتلاقوا الانستجرام بتاعي كريمه 2060، فاعملوا لي فولو وما تنسوش كمان تعملوا سبسكرايب هنا على اليوتيوب. وتعالوا بقى نشوف لوك النهارده. هيكون بيج بني اورنج، وهيكون فيه كمان سنه جلاتر صغير حلو جدا للسواريه، عشان في كومنت جالي ان في حد عايز ميك اب سواريه هادي، فالفيديو ده ليكم وللناس اللي اختارت وعملت فوت على الستوري بتاع الانستجرام. فيلا بينا نشوف لوك النهارده. بما ان لوك النهارده هو اورنج، فانا لبست لكم اورنج وبينك. عملت الحواجب بتاعتي سرحتها بس بالصابون بتاع الحواجب، ما عملتش اي حاجه ثانيه. الحواجب اوف كاميرا عشان ما ناخدش فيها وقت، بس انا رش مبططها كده. الكونسيلر بتاع ان كونسيلر خلصان 3/4 لان بستخدمه على طول. انا حاطه مرطب وعامله كل حاجه. هاخد الكونسيلر وهحط تحت عيني شويه كده وفوق عينيا كباب دي من ان كده، ومش هنزل الحواجب بالكونسيلر، همشي كده على حافه الحاجه عشان وانا بدمج يبقى تحت الحاجب نظيف. اوكي كده الحواجب يا جماعه انا ما عملتش فيها اي حاجه، انا ما مليتش الفراغات ولا اي حاجه، انا سبتها عشان يبقى شكلها طبيعي زي ما هي. هاخد سبونج مبلوله وهبدا اني ادمج كل السبونج المبلوله. هنا بتعملي حاجه حلوه قوي، حاجه ان هي بتدمج لي الكونسيلر ده تقيل فبيعمل تغطيه حلوه جدا في نفس الوقت، وهي بتدمج بتسحب لي زياده لان الكونسيلر بيسحب لي كل الكونسيلر. انا عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا مش ميك اب ارتست، بس انا بحب احط ميك اب لنفسي كده، يعني اجي بالليل واتسلى اقعد اجرب كل يوم اني احط ميك اب واجرب لوكس جديده. وبرده انا واخده كورس ميك اب، فانا اوريدي عندي شويه معلومات عن الميك اب كده. انا دمجت الكونسيلر في بس يعني خطوط رفيعه خالص تحت الكونسيلر، انا مش هعرف اوصل لها بالبيوتي بلندر، فبجيب فرشه كونسيلر، دي فرشه كونسيلر اصلا، وببدا ان انا امشي على الخطوط دي عشان خاطر اسيحها ما يبقاش فيه كونسيلر بشكل صريح، وفي نفس الوقت تديني اضاءه لان انا مركزه قوي على تحت الحاجه. ادتني نظافه وشكلها حلو جدا. دلوقتي انا كده حطيت الكونسيلر، انا مش هثبت بالباودر خالص دلوقتي. هاجي بقى اخد الباليت التحفه دي من روزبيري، يعني انا من ساعه ما جبتها انا اصلا موهومه بيها. اوكي هاجي بقى دلوقتي اللي احنا هنعمله النهارده هو ميك اب لوك مدي على بني واورنج، فانا هختار اول حاجه البني. ايه ده؟ هاخد الدرجه البني الكريمي دي ان انا اعملها بيز. بصوا بقى انا عايزه اقول لكم تريكه لما نيجي نعمل انا عايزه دلوقتي احط كونسيلر على الكريز بتاعت عيني. تتلخبطي في الموضوع ده وان هو صعب عليكي، ممكن نستخدم الاي كيرلر. اوكي عايزين نعمل اللي هو الكات كريز، فممكن مثلا اوقات انا بالنسبه لي ممكن اوقات اقوم عامله دي صح حلوه وجميله واجي هنا اطلع شويه. تساعدني قوي في الموضوع ده هي الاي كيرلر، هحطها على عيني كده مكان ما انا عايزه اعمل الراوند او رسمه التدويره بتاعه العين. هاخد البراش باللون الكريمي، كل ده الوان كريمي، انا لسه ما حطيتش اي حاجه باودر، وهبدا اني اعمل كده. بصوا انا مش هبقى قلقانه ان هي تعمل لي خط غلط لان انا اوريدي ماشيه على تريس. بصوا شايفين تلاقيها عملت التدويره حلوه جدا. انا كده واقوم عامله اكمل عليها انزل بيها لتحت. خطيره يا جماعه. بنفس الطريقه في العين التانية هبقى برضو واخده برودكت على الفرشه وهمشي على التريس بتاع الاي كيرلر. هي بقى انا واخد اللون وامشي على التريس اللي اوريدي الاي كيرلر عملته لي. انا هنا عملت الرسمه بتاعت الكريس بتاعت العين حلوه قوي. هي اورنج على بني، فهاخد الدرجه دي اللي هي اللي في الوسط دي، هاخدها كده بالبرش بس مش هتقل قوي عشان مش عايزاها تبقى تقيله. وهاجي فوق اللون اللي انا عاملاه وهبدا اني ادمجه واسيحه مع اللون ده. هاخد بالبرش هنا شويه وهنا شويه عشان التدريجه بتاعت اللون ما تطلعش تقيله في عين وعين، لا فهريح اللونين دول في بعض ومش هعمل اي هارش لاين، مبقى وصريح باللون. فاهمين قصدي؟ فبحركه دائريه واقوم ساحبه لبره كده. فبصوا التدريجه بتاعت الالوان حلوه جدا.
هاخد البرش دي وهاخد درجة باودر لون اورنج زي اللي في الصورة. هاخد اللون ده اطبطب كده الزيادة يا جماعة عند نهاية العين، وهبدأ اني اطبطب اللون كده بحيث ان انا اعمل تدريجة الوان بقى مع تدريجة الالوان اللي انا عاملاها اصلا، فخطيرة حلوة قوي. فهعمل بقى كده بصوا في الاوتر كورنر اللي هي السحب بتاعت العين اللي بره. وبعد كده هبدا الحركه دي ادمجها مع الالوان اللي في النص دي. بقى هاخد وقتي شويه باني ادمج اللون ده مع الالوان اللي هي في النص. الدمج كده هو اللي بيخلي الميك اب حلو جدا وفي حته تانية. في نفس الوقت يا جماعه الجزء اللي هو الابيض ده اللي فيه الكونسيلر بتاع الحاجب ده ما بجيش جنبه خالص، بسيبه زي ما هو كده، محوش عليه اي لون. وهسحب لبره كده، شايفين؟ هعمل وينج صغنطط باللون. الحالات هاخد اللون اللي فيه شمر شويه ده، لما هاخده كده يبقى باين اكتر كمان حتى لما اغمض عيني حلو قوي. باللون اللي انا خدته دون لون برضو اورنج على شمري شويه، هبدا ان انا اسيحه على ايدي كده عشان مينزلش منه كتير على عيني. هاخد نص العين اللي قدام ده واسحبه لجوه عشان يبقى مع اللون ده متداخلين في بعض. وهسحب كده، وكل مره بتحطي فيها اللون بيزيد تقل يعني. فلو حطيتي مره واحده وكان خفيف وانتي حابه يكون خفيف بالشكل ده هنكتفي بكده. حباه يبقى تقيل شويه وانا عايزه يبقى تقيل شويه فهخفف على ايدي واحاول اني ادمجه مع اللون اللي انا اوريدي حاطاه. فاهمين بقى اللي هي الفلافي بروش دي بروش نظيفه مفيش اي حاجه خالص، لان انا اسيح الاطراف في بعض اطراف بس، ومش هاجي خالص ناحيه الجزء بتاع الكونسيلر اللي تحت الحاجب ده. انا عايزاه يفضل نظيف زي ما هو كده عشان يخلي اللوك شكله لطيف. بسيح الحروف بهدي اللون بدمج كله مع بعض. فاخد دي كده هاخد اي شادو اسود اللون ده، وهاخد رفيعه دي انا اللي بستخدمها دايما في لما اجي بعمل لاينر بالشادو، بتبقى لطيفه وبتبقى بسيطه. وش عندي بقى لها سنين السنين وهي رفيعه جدا وحلوه قوي لللاينر، وانا ما كنتش اعرف يعني، بجربها بالصدفه كده لقيتها ان هي حلوه جدا ومناسبه للموضوع ده. هبدا اني بقى اسحب لاينر بالشادو ويكون رفيع خالص. اعمل وينج لاينر كده ويكون رفيع انجل برش زي كده. عند اللاينر اللي انا عملته بالشادو اسيح الشادو مع تدرج الالوان، بس هسيب ديل الشادو زي ما هو مش هجيبه، وهفضل بقى ادخل كده اللون واسيحه مع الالوان التانية اللي انا اوريدي حطاها، بس هسيب اللاين بتاع الشادو زي ما هو. بصوا بقى انا ظبطت كده الايلاينر تحت العين. بقى في شادو اسود يعني في حاجات كده غريبه حصلت مش لطيفه. هناخد مايسلر ووتر والكيوتا وهنضف تحت العين اي حاجه هي نزلت وانا مش عايزاها. هو كده برضو بصوا، وتحت اللاينر اللي انا عملته هنضف بالكيوتا ويبقى حلوه جدا وهتديكي لوك تحفه يعني. الموضوع مش غريب واحنا لسه كونسيلر، بس انا عايزه اعمل كونسيلر مش اي رموش يا جماعه. انا اشتريتها كنت برضو قلت لكم بتفصيل في فيديو قبل كده، بس انا قصيت الرموش دي عشان الرموش اللي هي النص. فانا هركب معاكم دلوقتي الرموش اللي هي النص واوريكم ازاي احسن واسهل طريقه ممكن نركب بيها الرموش. هو نص رمش اصلا مش رمش كمان. وهحط البلو وهزود قوي بقى في النهايه وفي البدايه عشان هما دول اللي دايما الرمش بيقع منهم وبيعصبني بقى. يعني كل شويه هسيبه شويه كده ينشف ويبقى ستيكي، عشان لو ما هيبقى ستيكي هيمسك اكتر في الرمش مش هيغلبني معاكي. دي احسن طريقه تركبي بيها الرمش عشان تبقي متحكمه في كل حاجه. وانا رافعه كده عيني لفوق او باصه قدامي واركب الرمش والرمش الاصلي. انا ركبت النص رمش واقول لكم دلوقتي الفرق ما بين الرمش والخط الاصلي هنعمل فيه. انا بقعد واقعد ادوس كده من هنا عشان اتاكد ان هو اتثبت كويس قوي. اوكي
اوكي بصوا ده كده اللوك بتاع العين، وده ميك اب العين خطير والالوان تحفه. فده عملناها من الستوريز بتاع الانستجرام، فلو انتوا مش عندي اعملوا فولو على الانستجرام كريمه 7060 جدا. فخلي بس لوك العين لوحده والتركيب الرموش والحواجب ده لوحده. الفيديو اللي جاي بقى فيه بقيه ميك اب بالوش، فاستنوا الفيديو اللي هينزل بعد كده على طول. باي.